انطلقت بجهة مطر من ولاية بنزرت وتحديدا في دار الثقافة انطلقت فعالية دورة ربيع الأسواق في دورتها الرابعة، تظاهرة اقتصادية وتجارية تعود لتضخ حركية جديدة في المدينة وتفتح فضاءات أوسع أمام الحرفيين والتجار لعرض منتوجاتهم وتنشيط الدورة الاقتصادية، موعد يجمع بين البعد التجاري والبعد الاجتماعي في محاولة لدعم المبادرات المحلية مع بداية الموسم الربيعي. في الروبورتاج التالي لأماني طرهوني نتابع أجواء هذه التظاهرة. بمشاركة أكثر من 30 عارضا من مختلف معتمديات ولاية بنزرت، انطلقت فعاليات الدورة الرابعة من تظاهرة ربيع الأسواق بماطر. التظاهرة التي عرضت من خلالها عديد المنتوجات لاقت إقبالا هاما في يومها الأول. حكم تشوفوا ما شاء الله في مطرنا عنا برشا عباد بالحق، يعني محترفين ويخدموا، عباد تحب تقدم بالحق. فرصة باهية برشا للشباب والعباد اللي عندها البروجي صغار نتاعهم باش يتعرفوا باش يقدموا باش يخدموا. فما ما شاء الله فما الاقبال يجي والعباد فرحانه بالبرودوي على الاخر. العسل نتاعنا ننجو فيه احنا، العسل بانواعه ننجو كل شيء منتوج نتاع الحل ننجو فيها احنا. بادرة طيبة محلاها بالحق، حاجة باهية انه تجي هوني في نفس البلاصة تلقى فيها ديفيرون شوا، يعني اللي مغروم باغ اكزومبل بالكوزميتيك يلقى اللي مغروم بالتوسكي معمول يعني بالهاند ميد، فما كيف التوسكي البوا معمول بالبوا. حاجة باهية انه حتى نشجعوا المشاريع الصغرى. نعرفوا بمنتوجنا ونحبوا المنتوج يكون تونسي 100%، حتى بالزيتون أنتي بكتيري معناها صحي 100%. نشجع الناس الكل باش تاخذ السلعة التونسية. فرصة بالنسبة لي أنا باش نزيد نعرف على مشروعي. ويعتبر هذا المعرض تظاهرة اقتصادية وثقافية تهدف إلى دعم الحرفيين وأصحاب المشاريع الصغرى وتعزيز الحركة التجارية بالجهة. هذه الدورة الرابعة لمعرض ربيع الأسواق، موجود فيه ما شاء الله برشا حاجات متنوعة، وصلنا ل 35 عارض ما شاء الله. هذه من أكثر الدورات الناجحة في المعرض نتاعنا. ديجا أنتم عملتوا دورة وشفتوا ما شاء الله من خيرة الحاجات اللي عندنا في ماطر، ومعناش كان الناس موجودة من ماطر كهو، عندنا منزل بورقيبة، عندنا من غزالة، عندنا مناطق برشا من تونس، جينا ناس من تونس. هذه إن شاء الله يا رب نكونوا احنا وصلنا للهدف نتاعنا اللي هي نحبوا ندوروا العجلة الاقتصادية في ماطر بلاد مزيانه، بلاد الفلاحه، بلاد الخير. ماذا بينا ان الناس الكلها تعرف برواحها، ماذا بينا الشباب خاصه برشا شباب موجود انه يعرف بروحه يعرف بمنتوجاته، ومرحبا بالناس الكل. ربيع الأسواق تظاهرة تتواصل في دورتها الرابعة بدار الثقافة بماطر بفقرات متنوعة، وذلك على مدى يومين.